اهلا سعادة الباشا. هلا بالحاج. هلا بالحاج. اهلا اهلا حبيبي. شرفتنا مجيئك. اهلا وسهلا فيك. تفضل حاج. الله يبارك فيك. الله يخليك. تفضل اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. شو خطر لك هيك لما قالوا لك مسامح كريم انا بالبرنامج؟ الحمد لله انا يعني تشرفت لما الدعوه جت من حضرتك، لاني عرفت ان حضرتك راجل يعني محترم وبرنامج محترم. قبلت الدعوه على هذا الاساس. الله يخليك. هو هيك لان ليك مشاهدينك وانت يعني جيت على البرنامج انت محترم ومعجبينك كويسين الحمد لله، لانك راجل محترم وبرنامج كويس، لانه برنامج محترم حضرتك. تسلم يا حاج. فانا يعني قبلت الدعوه على هذا الاساس. نعم. يعني اجي اتشرف بحضرتك. والشرف إلنا انك قبلت الدعوه. الله يبارك فيك. وانت جيت محترم الى هذا البرنامج وبتطلع ان شاء الله محترم مكرم معزز واهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. اهلا. بس يمكن انت طمني كيف الاحوال بالبيت عندك؟ الامور كلها كويسه؟ الحمد لله رب عايشين؟ العالمين. اولادك بيعملوا ايه وكله؟ شو الاخبار الاسره كلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسرة مكونة من 7 أفراد. ما شاء الله. زوج طبعا وزوجته طبعا و5 أولاد. أنت ومدامتك وعندك 5 أولاد الله يخليهم. 5 أولاد، 3 صبيان وبنتين. زوجت حدا منهم؟ زوجين؟ لا في واحدة يعني مخطوبة الحمد لله، مخلصة دبلوم واتخطبت. يلا الله يوفقها. الحمد لله. والثانية معاها دبلوم برضه ولسه صغيرة. الله يوفقها. الحمد لله رب العالمين. نعم. انت بينك وبين نفسك حج عم تتساءل انه شو سبب الدعوة او مين اللي دعاك؟ انا فوجئت بالمجموعة بتاع البرنامج بتاع حضرتك. نعم. جاي لي، فطبعا قابلت الدعوة على هذا الاساس، لان عرفت انها قابل حضرتك. وانا بشكرك انك قبلت الدعوة وانا مقدر هذا الشيء. الله يبارك فيك. الله يخليك. يا سيدي بدك تعرف مين اللي دعاك. هو الحقيقة انا وسيط، في حدا طلب مني ادعوك ودعوتك. بقى اذا بتحب تعرف مين تطلع بالشاشة هناك. ده ابن حضرتك. ابنك؟ نعم. طب انا يعني تفضل. انا فوجئت. اتفضل. ازاي؟ لان انا اصلا خصمه اساسا على بعرف هو بيعمله فيا. هو ما اذاش نفسه، ده اذاني واسال الاسره بتاعته. حاج تفضل. بدي احكي انا وياك يعني. طب انت فاجئتني بيه كده حضرتك. حبيبي انا بدي احكي انا وياك. تفضل بليز استريح. خلينا نحكي على رواق من اب لاب. تفضل بدي احكي انا وياك. بس كده. تفضل حاج حبيبي تفضل. انا بدي احكي انا وياك. الشيء اللي عمله ابنك مش صادمنا نحن. انا هلا تحت الصدمه والجمهور كله تحت الصدمه والمشاهدين بالملايين حيكونوا تحت الصدمه زي ما صدمكم انتم. يعني انا مش متخيل واحد بيعاقب نفسه، بيقطع اول ايد بيرجع بيقطع الثانيه وبيقول لك انا حكمت على نفسي وعاقبت نفسي ونفذت الحكم. تصور بقى. طب ده ينفع حضرتك؟ لا ما بينفعش. او يعني في شرع ربنا مثلا ما بينفعش. في حاكم وفي قاضي وفيه وبعدين ظلم نفسه كثير الشاب هذا. هو ما ظلمش، ده ظلمنا احنا. هو ما اذاش نفسه ولا ظلم نفسه يا سعاده الباشا. احنا اللي اتظلمنا واتاذينا مش هو. حاج يعني ده لو كان اختفى من الدنيا كان احسن. حاج واحد يقطع ايديه ما انظلمش؟ احنا اللي اتظلمنا حضرتك يا سعاده الباشا. اكيد انتوا ظلمتوا مش هو. بس هو اللي قطع ايديه. انتوا ظلمتوا اكيد. على شيء على ايه حضرتك؟ يعني لو هو موجود طبعا. لا هو في مكان اخر. أنا لو قصرت في حقه. لا أنا لو كنت قصرت في حقه ما كنتش هزعل. طب هو مش عم ينتقم لان انا ما قصرتش في حقه، ده اللي مزعلني. بس انا لو قصرت في حقك ماشي اقول من حقك، انما ده انا ما قصرتش في حقك نهائي. طلباتك مجابه. ليه تأذي؟ هو اذانا احنا واذى الاسره بتاعته. هو بيقول لك انه كان عنده بدمه السرقه بقى مش قادر يبطل. حاول مش قدر، بعدين قطع اول يد ماشي وما بطلش وضل يسرق في البدايه. ورجع قطع الثاني. كانت البدايه حضرتك بس هلا بيقول انه بطل. البدايه كانت حضرتك كان تقريبا في سنه 4 او في سنه 5 تقريبا. نعم. كانت البدايه قمت جاي كويه. قلت له كده لان كده حرام وما ينفعش، لان دي مش في دمنا اساسا اصلا. نعم. احنا الحمد لله رب العالمين يعني اسره الحمد لله، يعني اولا ربنا مرضينا والحمد لله وماشيين بما يرضي الله. نعم. طب انت تعمل ليه يا ابني؟ كده كده حرام. اللي بيعمل حاجه ده ايه؟ بيروح النار وقمت جاي لاسعه. نعم. ده كانت البدايه.
ده يلسعوا فعلا بالنار. عندي بس خليني استوضح سؤال منك. اتفضل. حضرتك شو مأخذك عليه؟ انه قطع ايديه ولا انه كان يسرق قبل؟ ايه مأخذك؟ مأخذ تاعك عليه شو؟ انا طبعا مش راضي عن اللي عمله، بايه؟ لان الاعمال اللي بيعملها دي طبعا ما تنفعش. سرقه ولا قطع الايدين؟ لا، ده وده، ده وده، ده وده، طيب. الاثنين مع بعض. هلا الولد قطع ايديه. ده انا في البدايه، ما انا بقول لحضرتك في البدايه دي كانت البدايه، ده انا وديته يعني اخر ما زهقت منه لدرجه ما كتفته كانت اول مره بالجنزير، ربطته بالجنزير ومطلع له اكله وشربه كل حاجه وتمام التمام، لان شكاوي كل يوم والتاني شكاوي. طب اعمل ايه؟ نعم. لا، ده انا قمت جاي مكتفه بجنزير عشان اريح دماغي من الشكاوي. نعم. ما هو كل يوم حضرتك جاي لي، ده جاي وده جاي وده جاي يشتكي منه. نعم. طب اعمل ايه؟ زهقت ضرب. نعم. ما تعلمش. بضربه فعلا ضرب جامد. ما تعلمش. ده حقيقي. اذيته فعلا في الضرب، مش هقول لك لا. اخر ما زهقت قمت جاي مكتفه بالجنزير. في اليوم دهوت انا فعلا حل الجنزير ومشي، واحنا في دماغنا ان هو راقد فوق. جاي لي الساعه 3 بالليل اما تفوجئ ابنك داخل لك بايد واحده. ايه؟ احنا عندنا في البلد محطه قطر. نعم. جاي وبيننا وبينها حوالي 10 دقايق ماشي المحطه دي. جاي لي من هناك الساعه 3 وايده مقطوعه. اما تفوجئ تلاقي الباب بيخبط كده، تفتح تلاقي ابنك جاي بايد واحده. يكون ايه يعني الموقف في الوقت ده؟ تعمل ايه؟ شو عملت؟ عملت ايه انت؟ يعني ما بقتش طبعا، يعني بقيت في موقف يعني مش مصدق او متخيل ان ده يحصل. مش متخيل ولا متوقع ان الوضع ده هو يحصل. ضربته شيء؟ ربنا كرمنا طبعا البلد هاجت في الوقت ده، ضربته طلعنا شيء؟ نجري على طنطا، ضربته حاجه شيء؟ الجامعه. ضربته شيء؟ هضرب ايه بقى في الوقت ده؟ لا، انه بس شفته مقطوع اليد، شو قلت؟ انا شفت، بقول لحضرتك جاي لي بايد واحده. نعم. اما زعلت. تفتح، ما بقول لحضرتك اما تفتح الباب وتلاقي ابنك جاي لك بايد واحده والناس ملمومه حواليه والتانيه مش موجوده، يبقى ايه شعور حضرتك في الوقت ده؟ هو صدمه كبيره يا حاج، صدمه كبيره. طيب شو قلت له؟ هقول له ايه؟ اللي نزل ما كانش ما فيه قلتلوش طبعا. ليش عملت كده بحالك؟ ما فيش تفكير في الوقت ده. اللي جاي علينا طبعا اسعاف جت نبلغ وكده عشان نطلع بوه عشان ننقذه. قعدنا اسبوع في المستشفى والحمد لله ربنا كرمنا وطلع. شوف بقى اما يقعد هو في المستشفى وانا قاعد معاه ليل ونهار، افرش في الطرقه جنبه وهو راقد على السرير، وانا فارش ملايه وراقد على الارض جنبه. لان انا لو قصرت في حقه ماشي، انما ده ما قصرتش في حقك ليه تزعلني؟ اقول لك اتجه يمين تتجه لي شمال، اتجه شمال تتجه لي يمين. طب اعمل معاه ايه؟ ماشي، عدت ديت برضه استمر في الايه؟ في تمادى في الخطأ. فجأة تاني مرة بعدها بسنة، تاني مرة كان القطر السريع اللي هو من طنطا للإسماعيلية، ده سريع بيعدي برضه من عندنا من البلد. كانت حوالي الساعة 5 ونص الصبح بدري. لقيته جاي برضه بنفس الموقف. حتى تلاقي لو هو حلق يعني حلق شعره جامد، هتلاقي دماغه دهيت مش شلفطه من السلم. هو اما حط ايده، انا لغايه مش مصدق لغايه هذا الساعه ده عمل ازاي؟ ده بيبقى الواحد ماشي جنب القطر بينه وبينه مسافه، بيبقى ماشي خايف. صحيح. طب ده يحط ايده ازاي؟ انا لغايه دلوقتي مش قادر يعني اتصور، يعني يجي له قلب ازاي يحطها كده تحت القطر وهو قايم دماغه ده السلم قام جاي لطشه في دماغه، مش هلفط له دماغه كلها، تلاقيها كلها غرز. لقيتها كارثه يا تاني مره بالمنظر ده. انا ساعتها اغمى عليا، دي تاني مره اغمى عليا وشالوني معاه في الاسعاف. صحيح، طبيعي طبيعي. تصدقك ده حصل فعلا. منظر مش ممكن يتصدق. ده تاني مره والد اب يشوف ابنه كده. حج اتفضل. يعني قبل ما اقرا الكتاب بعت لك كتاب، مش هو كتبه طبعا، قال لهم كتبوا له اياه. ما بتعتقد انت انه عاقب نفسه علشانك؟ هو عاقب نفسه علشاني؟ طب عاقب نفسه عشان لانه عنده هالقد سوء في داخله، مش قادر يبطل. يعني انا سمعته كلمني
مش قادر يبطل السرقة دي بدمه، بقى لقى انه يقطع ايديه، يمكن عشان يرضيك. هو بيقول عشان يرضي ربنا، انه عقابه كان في هذه الدنيا مش في الاخرة. انا بسرق او بقتل او بعمل حاجه او معاقب نفسي؟ مش فيه رب اولا فوق الكل؟ طبعا، برافو عليك. فيه رئيس، فيه حاكم، فيه قاضي، في قاضي، هو اللي في شرع. يعني انا بلومه على اللي عمله في نفسه. في نفسه. عمله في نفسه. انت زعلان عليه طبعا، لان مهما كان في النهايه نعم. ده ضنايا ابني، ابنك لو ما هو في شك. حتى ايه بالذي. صح. بيبعت لك كتاب بيقول لك يا ابويا الطيب، انت راجل تعرف ربنا وعارف يعني ايه ابتلاء، ويمكن اكون انا ابتلاء ربنا ليك، ويمكن يكون عقلي هو ابتلاؤه لي. السرقة يا والدي كانت مرض بيجري في دمي، ما كنتش قادر اقاومه، حاولت ابطلها واكون رجل صالح يرفع راسك ويشرفك زي ما انت طول عمرك مشرفنا، لكن المرض ده كان متمكن مني، السرقة يعني. انا تبت يا ابويا، مش ناوي ارجع للي كنت فيه تاني، ولا هعمل حاجة تغضبك ولا تغضب ربنا بعد كده، بس عايزك تاخدني في حضنك وترضى عليا. انا مش عايز من الدنيا غير رضاك. صحيح انا غلطت كتير، تعبتك كتير، بس انا جاي دلوقتي اقول لك قدام الناس كلها اني ندمان. ما بيهمنيش الناس يعرفوا اللي كنت بعمله، اللي بيهمني انهم يعرفوا اني قفلت الصفحة دي نهائي، وانك سامحتني، والمسامح يعني كريم. اسامحه ازاي حضرتك يعني على اللي عمله ده كلته فيا؟ اصل يعني هو يعتبر ما اذاش نفسه حضرتك، يعني هو دلوقتي بقى معاق. هو معاق، نعم. يعني مين اللي أصبح قايم معاق. بهمه دلوقتي؟ مش والدته؟ اكل شرب تشطيف لبس ده. هو قال والدته بالطعميم، قلت له كيف تاكل؟ قال لي الوالده بالطعميم. الوالده، ما هي الوالده اللي الوالده اكل الله يساعد وشرب الوالدة. ولبس وتشطيف. هذا الشاب اجى على استوديو بده يقول لك كلمتين، اتفضل. يا ريت نسمعهم. يا علي تفضل يا حبيبي، قول له للوالد، قول للوالد اللي انت عايز تقوله. سامحني يابا، سامحني يابا. ومع يعني انا قطعت بص ايدي على فكره بقى، استناني دقيقه واحده. انا ما احبش حد يبقى احسن مني غيرك انت. وانت كنت عايز تعمل مني حاجه، وكنت عايز تعمل مني ناموسك، وانا بايدي كنت عايزني اشتغل، وكنت عايزني ابقى حلو، بس ما كنتش عارف ابقى حلو. هو ربنا خلقني كده، انا عايز اتوب وعايز ارجع ربنا. معلش انا اسف، سامحني. انا في يوم من الايام يا ابني قصرت في حقك باي لا. حاجه؟ لا امال انت كده اذيتنا ليه؟ معلش ربنا يخليك لنا وسامحنا يابا، سامحني معلش. سامحني يابا. انت اذيتنا ليه؟ معلش. ما اذيتش نفسك ولا ضرت نفسك، انت ضرتنا. ما هو انت شغال مصرف في الجامعه، ما انا عايز ارفع راسك، الاسره بتاعتك كلها انضرت، وعايز ارفع راس العيله. طب ينفع كده اللي اتعمل ده؟ احنا كده دلوقتي يعني داخل مصر وخارج مصر، على يعني الكل بيتفرج علينا، ينفع؟ انا عايزك يرضي تسامحني ربنا؟ يابا، عايزك تسامحني يابا، حاج. عايزك تسامحني، حاج، ارجوك تسامحني. اتفضل يا استاذ. يعني اذا عاتبناه ولو شو ما قلنا له ترجع له ايديه؟ لا مش اله هيرجع الا الله، حاشا لله. لا طب اله الا الله. عايزك تكلمني، عايزك بس- ترجعني زي زمان، عايزك يعني حرام انا يعني تطبطب عليا. انا عايزك أنا ما كنت- تاخدني في حضنك. انا ايه اللي مانع كلامي منك؟ مش من عمايلك اللي انت، لانك انت، انا بقول لك انت ما اذيتش نفسك ولا ضريت نفسك، انت اذيتنا وضرتنا. حاج. اتفضل. حرم نفسه من ايديه اثنين، ده نعمه، فانت ما تحرمه نعمه من كبيرة. عاطفه الاب. ما نعمه ربنا مديها لي، بس النعمه دي، ما انت ما حافظتش عليها. النعمه دي كانت بتاذيك وبتاذي البشر، كانت ممكن تقتلك وتقتل ديتك. شوف بقى تفكير، بدك تاخده قد تفكيره. الحق اذا ده انا قناعه عايش بتتصور. فيهم يا مرضي، انا مرضي، المجتمع والبشر ده على جنب، انا مرضي قدام وربنا خلينا موجود، ممكن صوت عبره واذى للناس يعني وربنا مطول في عمري ليه؟ ربنا الحمد لله. طيب
سامحنا. علي اسمعنا، شوف الوالد طلبت منه السماح، خليه يعطينا الكلمه، قلنا شو بدك نتكلم، نحكينا كل شيء ينحكى. ونحن وصلنا لهون، انتم بالاستوديو هنا، اذا سامحتوا نفتح الستار، تحضنوا، تاخذوا معك. انت حاضر؟ ده عشان خاطر حضرتك بس يا استاذ جورج، عشان إني راجل خاطري محترم. وعشان خاطر الله. الله اولا ده فوق تعال، الكل. وبعدين عشان خاطر العاطفه الابويه، ده ده عشان- ابنك، ده مهما لحمك كان. ودمك. ده شيء طبيعي. اخطا، نحن مسؤولون عن ابنائنا، نعم إن نعم كانوا عظماء او نعم. كانوا ماشي. نعم في الحضيض. نعم. فانت بتسامحه؟ انا والله اسامح. تسامحه، والمسامح كريم. والمسامح طبعا. الله يبارك فيك. تعالوا الستار. تفضل حاج، تفضل حاج. سامحنا يابا. ماشي يعني. ربنا يديك يا ابني، ربنا يديك. كتر خيرك يا استاذ، كتر خيرك. شكرا يا علي، شكرا يا حبيبي، شكرا يا حج، الله يخليك. قلت له في ناس بيسرقوا ملايين، نعم. مليارات، انا مليارات. وعندهم كل واحد 10 ايادي، وهو على تليفون ومش عارف ايه، راح قطع الايدتين. ده اللي ده اللي بيحس اللي بالناس. مأثرة فيا، لاني الله يعني يخليك بصحتك. الله يبارك لك يا استاذ جورج. هلا اطلعوا سوا. انك انت راجل فعلا الله محترم يخليك، وبرنامج الله محترم. يخليك يا حبيبي، الله معك حبيبي، الله يخليك. شكرا حبيبي، شكرا. تفضل 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 تفضل. يعني حدا يقول لي انه بالتاريخ كله حصل قصه من هذا النوع؟ ما حصلش. على كل حال مبروك، شو بدي اقول، انه مبروك هذه المصالحه، مبروك هذه البركه من الوالد، والى اللقاء في قصص جديده مع المسامح كريم.